ولا شعار يرفع إلا الفوز، فجاءت البداية قوية للغاية تليق بقطبي الكرة المصرية عندما اخترق عمر جابر دفاع الأهلي مسجلا هدف الزمالك الأول بعد 4 دقائق على بداية المباراة. هدف أشعل حماس حامل اللقب، فنجح في إدراك التعادل سريعا عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 9. وكما هي العادة في مباريات الفريقين منذ أكثر من 6 سنوات، عندما يعود الأهلي للمباراة ينفرط عقدها من الزمالك، وهو ما حدث بالفعل عند الدقيقة 15 بهدف ثاني لأحمد عبد الظاهر. أخطاء دفاع الأهلي لم تتوقف، فأنقذ شريف إكرامي هذه الكرة، ووقفت العارضة بعدها بالمرصاد لتصويبة عبد الله السعيد في الدقيقة 32. الشوط الثاني بدأ بضغط زملكاوي، وكاد شيكابالا أن يعادل النتيجة في الدقيقة 51، لكن بطل إفريقيا عرف من أين تؤكل الكتف، فكانت شباك الزمالك على موعد مع الهدف 13 للنجم محمد أبو تريكة إثر تلقيه تمريرة سحرية من وليد سليمان عند الدقيقة 52. حاول الزمالك بعدها العودة للمباراة بتصويبات فردية من شيكابالا، لكن مدرب الأهلي محمد يوسف نجح في إفساد كل محاولات نظيره حلمي طولان، فكانت رصاصة الرحمة من أحمد فتحي في الدقيقة 71. حلمي طولان رمى بآخر أوراقه، وهو المخضرم أحمد حسن الذي تأخر نزوله كثيرا وشكل الفارق، وسجل هدف فريقه الثاني قبل النهاية ب7 دقائق. ما فيش شك الزمالك كان بيلعب على فرصه واحده النهارده واحنا خدنا منه المبادره في الشوط الاول، وقدرنا ان احنا نجيب الهدفين. ركبنا الماتش، الشوط الثاني دخلوا بتسرع، هم قدرنا نجيب الثالث والرابع. فهي النادي الاهلي يعني هو كده يعني بيعرف يكسب. فوز صعد بالأهلي لمكانه الطبيعي في الدور نصف النهائي، وأطاح بغارمه التقليدي الزمالك من البطولة، وجماهير الزمالك تسأل متى يفوز الزمالك.